الكره لكافوتيكا على الجهه اليمنى، يلعبها طويله. الهدف الاول لصالح منتخب الملاوي بعد 17 دقيقه لعب. خطا فادح على مستوى الخط الخلفي للمنتخب الجزائري، فادح على مستوى المراقبه، لان الكل كان من المفروض ان يكون في مكانه. خطا يكلفه غاليا، هذا هو الهدف اللي راح يخلي اللاعبين الجزائريين يبذلوا المجهودات البدنيه اللازمه الكبيره اللي كان من المفروض يخبيوها للظروف الصعبه. شوف الخطا من شوشي كذلك، ضربت الكرة في المدافع وبقوة يأتي الهدف الأول من هناك على الجهة اليسرى بواسطة موافول لروا. قلب الهجوم يفتح مجال التسجيل لصالح منتخب الملاوي المتفوق على الجزائر ب1-0 بعد 17 دقيقة لعب. في حدود الساعة الثالثة، بدأت في حدود الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت أنغولا. يا له من هدف رائع ومفاجأة لصالح منتخب ملاوي. لا كل اللاعبين الجزائريين واقفين يتفرجوا. اعتقد المدافع كافوتيكا هو اللي سجل الهدف الثاني. كل اللاعبين الجزائريين واقفين يتفرجوا على اولا الركنيه لما نفذت ولعبت ارضيه توزيعه، ولا واحد من اللاعبين الجزائريين صعد. شوف باقيين يتفرجوا تماما على اللاعبين الملاويين، جو من بعيد وارتقوا فوق الجميع وسجلوا هدفا ثانيا لم يشاهد منه الحارس شوشي ولا شيء. هدفا مقابل 0. تصعب الامور وتتعقد اكثر بالنسبه لعناصر المنتخب الجزائري، تتعقد اكثر فاكثر، رغم اننا في حدود الدقيقه 35 إلينكس هو اللي سجل الفيس. كافوتيكا ينفذها في شكل ركنيه. شوف كيف يخرج المهاجم، يسبق كل اللاعبين لوحده، وبقوا واقفين تقريبا المدافعين الجزائريين. شوف شوشي. يا شوشي والهدف الثالث. يا شوشي والهدف الثالث في وقت قلت بأن إذا بقى المنتخب الجزائري يلعب بنفس الكيفية يتلقى هدفا ثالثا فعلا. هدف ثالث قاتل في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. مش عارف إذا نشبه سيناريو هذه المباراة بسيناريو مباراة البارحة، نتمنى أنه يتكرر نفس السيناريو، ولكن نشبهها في غرابة النتيجة نوعا ما. غرابة من يسمع النتيجة، ولكن من يشوف المباراة ما تعتبرش غريبة بالنظر لفريق جزائري واقف تماما يتفرج تماما على المباراة. نتكلم على اللعب من دون الحديث عن العوامل ولا عن الأسباب، نتكلم عن وصفنا للمباراة، نقول بأنه فريق واقف على مستويات، على كل المستويات، يعني لا في الدفاع ولا في الهجوم ولا في الحيوية ولا في الحركية، مختلف تماما عن منتخب الجزائر اللي نعرفوه. طبعا مفاجأة ربما تخلينا كلنا نتفاجئ حتى وما نتوقعوش تماما ما يمكن أن نقوله